السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الشرح إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد المهارة مهمة جدا لأي شخص كيستخدم النماذج ديال الذكاء الاصطناعي، بغض النظر فين كيستخدمو، واش الاستخدام الشخصي، واش الدراسة، واش العمل. فهاد المهارة كتمكنك من أنك تاخد أقصى ما يمكن من هاد النماذج، وهاد المهارة هي البرومبت انجينيرين أو هندسة التلقين. شنو هي هندسة التلقين؟ ببساطة شديدة هي كيفاش تهضر مع نماذج ديال الذكاء الاصطناعي. فالنماذج ديال الذكاء الاصطناعي بناء على الطلبات اللي كتطلب منها يمكن أنها تعطيك يعني ردود كتختلف الجودة ديالها. فكل ما زودتيها بالسياق، توضح السياق اللي باغيه ولا اللي كتكلم فيه، توضح الهدف، توضح التفاصيل. كل ما كانت التفاصيل كتيرة كل ما مزيان، وكاين مجموعة ديال المهارات ومجموعة ديال الأمور اللي ممكن أنك تتبعها باش توصل للنتيجة اللي بغيتي.